في خبر جديد، 3 قذائف صاروخية تسقط في ناحية مدينة السمارة صبيحة اليوم الأحد، والبوليساريو تؤكد من جديد للعالم أنها منظمة إرهابية. المصدر ذاته ذكر أنها استهدفت موقع البعثة الأممية بالقرب من مطار المدينة. وفي تفاصيل، وفي حادث إرهابي جديد، وبعد أقل من أسبوع فقط من حادث مشابه كان قد خلف شهيدا في مقتبل العمر وعددا من الجرحى. مرة أخرى وبنفس السيناريو، البوليساريو الإرهابية تستهدف مدينة السمارة الآمنة فجر يوم الأحد ب3 قذائف صاروخية من نوع جزائرية أو تابعة للجزائر عند مدخلها الغربي. الهجوم وقع قرب موقع البعثة الأممية مينورسو بجانب مطار السمارة والقطب الحضري أربيب، دون أن يحدث ذلك ولله الحمد أي خسائر في الأرواح ولا في ما هو مادي. وعملية إرهابية جديدة بعد أقل من أسبوع على الهجوم الإرهابي الأول الذي استشهد على إثره شاب مغربي وخلف عددا من الجرحى. البوليساريو تعيد الكرة من جديد، لكن هذه المرة أخطأت أهدافها.